يعني ليش انا اميز نفسي عنه، او ليش انا اقزم نفسي او احجم نفسي بهذه الطريقه هاي؟ لا الان يعني بعيدا عن المغرب حسب المباراه، بعيدا عن المغرب بدا يلعب بالسهل الممتنع بهذا الاداء، مخيبه كانت الامال، كنا نمني نفسي باقل تقدير ان تخرج باداء مشرف، فارغ امكانيات. نعم فارغ امكانيات موجوده كابتن. اتفق معك. القاصي والداني واللي ما يفهم بكره القدم يعرف بان الدوري العراقي غير الدوري المغربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناتنا LVT. معكم أخوكم بسلام، واليوم عندنا فيديو جديد. تخيلوا معايا أخوتي المنتخب المغربي فوز كبير للمنتخب المغربي، الحمد لله أخوتي، تأهل مستحق إلى الدور الثاني من أولمبياد باريس 2024. توفيق إن شاء الله للمنتخب المغربي، والحمد لله. فرحونا أخوتي، نخليكم على التحليل ونرجع من بعد إن شاء الله. تأهل الدور القادم. كابتن سعد ارجع لك على الادوات اللي موجوده. سمعنا الادوات احنا في البدايه بنعقب عليها. كابتن ايمن حسين تكلم عن الفروقات وعلى بعض الاخطاء اللي ان شاء الله يتجنبونها في الفتره السابقه، واللاعب السابق تكلم عن ان في ضغط على اللعيبه، ان في كل يومين يلعبون مباراه، وهي ثاني مره نسمعها من المنتخب العراقي. يعني اجهاد يعني صراحه انا عارف ان لك وعليك، يعني مثل الفرق الاخرى، يعني وجدول الفرق كلها تلعب بنفس اليوم. يعني ليش انا اميز نفسي عنه، او ليش انا اقزم نفسي او احجم نفسي بهذه الطريقه هاي؟ لا كره قدم اليوم علم واستشفاء، وهنالك جهاز فني جهاز طبي موجود. الاستشفاء اليوم يعني يوم تلعب ويومين راحه، واليوم الثالث هذا كافي على مستوى العالم. هذه امكانيات يمكن يتكلمون عنها اللعيبه، ولكن انا اتكلم عن شكل الفريق وعن الادوات. يمكن انت اخير شيء قاطعت في هذا. ادواتنا تسمح لنا نلعب ب5 مدافعين بكل اريحيه، والشوط الثاني خير دليل عندما شارك يوسف الامام لعبنا بال3 مدافعين 3 قلوب دفاع، اللي انا يمكن تكلمت عن هاي الجزئيه في مباراه الارجنتين. قلت ولا زلت اقول، هسه الكلام ما يفيد، لو عاملين ال5 مدافعين مع الارجنتين لكان باقل تقدير نخرج متعادلين. صدقني انا اعرف لاعبينا واعرف امكانياتهم واعرف يعني من يلعبون ب5 مدافعين. الان يعني بعيدا عن المغرب حسب المباراه، بعيدا عن المغرب بدا يلعب بالسهل الممتنع، ولكن ان تشاهد ال5 مدافعين لاعبين قادرين على باقل تقدير انه ابراهيم تغطيه عرض الملعب. لا قدرنا مع اوكرانيا نغطي عرض الملعب، ولا الارجنتين نغطي عرض الملعب، على اعتبار انه المنافسين كانوا يلعبون او يهاجمون بظهيرين صريحين وراسي حربه. اتكلم عن الارجنتين، ان تقابلهم ب4 مدافعين هذا صعب. حتى المغرب زين كابتن. لا المغرب نفس الشيء اليوم، ان تشاهد الخماشي وتشاهد زلزولي، ان تشاهدهم دائما يهاجمون، وان تشاهد دائما الخماش خلف رحيمي ايضا هنا 4 مدافعين. ال5 مدافعين انا اعتقد حل ينجيك باقل تقدير، يكون عندك عمق دفاعي، وهذا ما جماعتنا او لاعبينا متعودين على هذا السيناريو. لذلك انا اعتقد، ولكن انا سؤال وحيد، علي جاسم لاخر دقيقه كان يجري، والكل شاهد علي جاسم يجري. كان هل علي جاسم جلاسه على مصطبه الاحتياط يعني فكر تكتيكي مثلا او ورقه رابحه؟ ما اعرف. يعني لاعب جيد ولاعب الحلقه اللي تفرق للمنتخب العراقي الاولمبي والوطني وحتى الشباب، هذا اللاعب جلاسه هل هو يعني مصاب مجهد؟ انا اشاهده لاخر دقيقه علي جاسم كان يجري. لذلك بصراحه مباراه للنسيان، مباراه للتاريخ. انا عدتها الشوط الاول، ابراهيم اعيدها مره ثانيه، اضعف شوط بتاريخ المنتخبات العراقيه الشوط الاول بالنسبه للمنتخب العراقي. فريق عباره عن اشباح بصراحه، لا قادرين على الضغط، لا قادرين بالخروج بالكره، لا قادرين على حمايه الملعب، حمايه عرض الملعب. وبالتالي انا اعتقد الخساره بهذا الاداء مخيبه كانت الامال، كنا نمني نفسي باقل تقدير ان تخرج باداء مشرف، باداء تشعرنا انه اكو لاعبين 6 لاعبين، على فكره 6 لاعبين منتخب وطني، 6 لاعبين من التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني. انت تلعب مع فريق يبقى هو منتخب الاولمبي. يعني طريقه لعب كابتن، انا طريقه اللعب قلت لك. نسمع كابتن راضي ايش قال بعد هذه المباراه ونرجع ان شاء الله. يمكن الهدف الاول اربك الحسابات نوعا ما. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه اهني المنتخب المغربي، اتمنى التوفيق ان شاء الله يصعد الى مراحل متقدمه. اعتقد الفروقات واضحه جدا بالنسبه للمنتخبين، خصوصا المنتخب المغربي ضمن مجموعه كبيره من المنتخب الوطني، الان دعم كبير حتى مدرب المنتخب موجود. اعتقد احنا عانينا من الاجهاد، لانه هكذا مباريات ذات مستوى عالي وتم عالي لم يتعود عليه اللاعب العراقي. بالفعل احنا نلعب على جزئيات بسيطه، نلعب على الوقت. الهدف الاول اثر حقيقه على معنويات لاعبينا، نحن نقسم المباراه ممكن نشوف اوراقنا. المشكله الاخرى انه احنا البدلاء ليس نفس اللاعبين الاساسيين، حقيقه هذه مشكله كبيره بالنسبه للاولمبي. رغم ذلك انا حي اللاعبين قدموا مجهودات كبيره، حاولوا ينافسون، حاولوا يقدموا نفسهم، لكنه الواقع يرفض نفسه صراحه. يعطيكم الف عافيه كابتن، معوضين خير ان شاء الله، اتمنى لكم التوفيق في القادم بكل تاكيد. ابراهيم اكيد راح يكون لنا وقفات مع المنتخب المغربي الذي تاهل الى ربع النهائي في هذه المسابقه. راح نرجع بعد شوي، الكلمه عندك.
شكرا لك خالد. الواقع يفرض نفسه، هي الكلمه الاخيره بالنسبه لكابتن راضي مدرب المنتخب العراقي، اللي ايضا ذكر نقطه الاجهاد كابتن، وانه في كل يومين انا عندي مباراه، حتى على لسان لعيبه سمعناها مرتين على لسان لعيبه المنتخب العراقي بان هناك اجهاد على اللعيبه على المستويات اللي قاعد يلعبونها في هذه البطوله. وانا ايضا اجيب يعني حتى لا غير مبدئي ولا غير كلامي، هنالك علم وهنالك استشفاء وهنالك جهاز طبي متكامل. بس المدرب يقول لك ان لعيبتي تعبانين، ولا اللاعب يطلع في اللقاء مع خالد يقول لك انا مرهق. جل احترامي، امكانيات كابتن، فارق امكانيات. جل احترامي يا ابراهيم، انا اتكلم عن علم. اليوم يومين والثالث امر طبيعي ان تلعب. لماذا العراق فقط يخص وانت خارج من دوري نجوم، دوري صرف عليه مليارات الدنانير، وان تخرج بهذا الوضع وان تقول اجهاد؟ بصراحه كلمه اجهاد، الدومينيكان يمكن ما تكلموا عن الاجهاد، ولا المنتخب المصري ولا كل الفرق. لماذا فقط العراق؟ اذا هنالك خلل يا ابراهيم، انا اتكلم بكل شجاعه اقولها، هنالك خلل بالاستشفاء، هنالك خلل بالتحضير البدني، هنالك خلل بالتحضير الفكري او الذهني. كل هاي العوامل لا نلقي بالشماعه على الاجهاد. اما عمليه الاجهاد يفترض انه عندي بدلاء، هو الرجل اعترف قال البديل غير الاساسي، وهذه هو خياراته الرجل. اكثر واحد هو من اختار، واكثر واحد هو كان مصر على خياراته، ونحترم جدا خياراته اللي هو ذهب بها. لذلك بصراحه لا عزاء لنا ان نشاهد هذا الاداء وهذا استسلام يعني غير طبيعي. بصراحه انا لا اريد ان اقسي على اللاعبين بهذه القسوه. انت ما تلعب يعني تلعب مع فريق اولمبي مهما شئنا ام ابينا، نعم هنالك فروقات. انت لعبت مع الارجنتين لم تلعب بهذه الطريقه، طريقه لعبنا مع الارجنتين ايضا في اوقات لعبنا خرجنا من مرمانا، حرجنا منتخب الارجنتين، ولكن اليوم استسلام كبير الفريق المغربي. انا اعتقد اجهد كابتن، يقول اجهدها اليوم، اجهدها في مباراه الارجنتين. انا قلت كلامي زين كابتن. بس نقطه اخيره راح نجي كابتن ان شاء الله. فارغ امكانيات. نعم فارغ امكانيات موجوده كابتن. اتفق معك. القاصي والداني واللي ما يفهم بكره القدم يعرف بان الدوري العراقي غير الدوري المغربي، اللاعبين المغاربه اللي محترفين ايضا غير، ولكن لا نخرج بهذه الطريقه. ابراهيم خساره وارده وشرف ان تخسر مع المغرب، ولكن لا تخرج بهذه الطريقه اللي انا اشاهد. اعيد مره ثانيه، لاعبيننا عباره عن اشباح بالملعب بصراحه، كانوا مستسلمين من اول لحظات المباراه، من اول دقائق. وقلت لك الشوط الاول احنا دخلنا المباراه، هنالك خلل بالتحضير البدني، هنالك خلل بالتحضير الفكري او الذهني. كل هاي العوامل لا نلقي بالشماعه على الاجهاد. اما عمليه الاجهاد يفترض انه عندي بدلاء، هو الرجل اعترف قال البديل غير الاساسي، وهذه هو خياراته الرجل. اكثر واحد هو من اختار، واكثر واحد هو كان مصر على خياراته، ونحترم جدا خياراته اللي هو ذهب بها. لذلك بصراحه لا عزاء. مرحبا بكم مع جديد خوتي خواتاتي. نتمنى التوفيق للمملكه المغربيه في باقي المنافسات وباقي الادوار ان شاء الله. شكرا للمشاهده، ما تنسوناش بالاشتراك وتفعيل جرس اللايك، تصل الفيديو، تعليق محفز. شكرا لكم.